العشاق ديال المونغا والانمي ولاو كتار، ولكن الاغلبيه الناس كيعرفوا غير بعض النجاحات العالميه بحال وان بيس وناروتو اتاك اون تايتنز ومؤخرا ديمون سلاير. العالم ديال القصص المصوره والرسوم المتحركه اليابانيه ضخم وفيه تحف فنيه كثيره بغيتكم تعرفوا عليها من خلال هذه السلسله. جينرو دو وورد بريغيد ولا جينرو لواء الذئاب فيلم من نوع الرسوم المتحركه من اخراج هيرويوكي اوكيورا وانتاج شركه برودكشن اي جي المشهوره عالميا. كينتمي هذا الفيلم لعالم كيربيروس بانزر كوب، قصه المونغا اللي كتبها مامورو اوشي اللي معروف اكثر بغوستين دو شيل وبات لابور، واللي كيحيي العمل ديالو مخرجين كبار بحال جيمس كامرون، ستيفن سبيلبرغ ولاد واشوفسكيز اللي عطاونا ماتريكس. تم الانتاج ديال مجموعه من الافلام اليابانيه والكوريه المقتبسه من عالم كيربيروس بانزر كوب خلال 30 سنه الماضيه، ولكن حلاوه جينرو دو وورد بريغيد هي انه ممكن يتفرج فيه الواحد كستاند الون، اي فيلم مستقل 100% عن باقي الاعمال الفنيه الاخرى. القصه كتعتمد على واحد التقنيه ديال السرد كتسمى الاوكرونيا اللي كنطلقوا فيها من حدث تاريخي معروف، وكنتخيلوا كيفاش كان غادي يكون العالم لو ان الاحداث تطورت بطريقه اخرى. هنا اليابان غادي تلتحق بالحلفاء في الحرب العالميه الثانيه، ولكن رغم ذلك غادي تخسر. هادشي غادي يخلي البلاد في بدايه الخمسينات تكون تحت السيطره ديال الالمان اللي غادي يفرضوا حكومه واصلاحات ما غاديش يبغيها المجتمع الياباني، الامر اللي غادي يؤدي لمظاهرات كبيره وتشكيل منظمات ارهابيه يساريه الهدف ديالها الاطاحه بالنظام. من بينها كاينه دو سيكت اللي نشيطه في مدينه طوكيو واللي كتحاربها شرطه خاصه ملقبه بكيربيروس نسبه للاسم ديال الكلب اللي عنده 3 الرؤوس في الاساطير اليونانيه القديمه واللي كيحرس باب مثوى الاموات. مجموعه كيربيروس معروفه بالفعاليه ديالها في التيران والعنف المفرط باش كتدخل والسلاح الثقيل والدرع المخيف والعيون الحمراء ديال الاعضاء ديالها. في بدايه الفيلم كيتبع في القوات ديال المدينه الضابط كازوكي فوزي متظاهرين كيرميو على البوليس الحجر والكوكتيل مولوتوف. كيلقى راسو امام واحد الشابه مخلوعه سميتها نانامي اغاوا، كان الهدف ديالو يقبض عليها ملي توصب الامر باش يقتلها. غادي يتردد لبعض الثواني حيت كتبان ليه صغيره ومخلوعه، شيء اللي غيخلي ليها الوقت باش تفجر راسها تجرحه وتسبب في اضرار كبيره. هادشي غادي يخلف ليه اضطرابات نفسيه مهمه، وغادي يدفعوا واحد النهار يمشي للقبر ديالها باش يفهم كيفاش تقدر شابه تنتحر بهذه السهوله. غتكون اذا عنده الفرصه باش يتلاقى مع واحد السيده سميتها كي اميميا اخت نانامي، واللي غادي يتكلم معها وغتقول ليه انها ما كتلومش عليه الموت ديال اختها الصغيره. غادي يتقرب منها اكثر في الايام المواليه، ولكن غادي يلقى راسو وسط واحد المؤامره كبيره وقصه فيها مشاعر قويه وصراعات سياسيه وعسكريه داخليه ممزوجه بالماضي ديال كي. السؤال الفلسفي المحوري ديال جينرو هو واش فوزي والمشاهد بطريقه غير مباشره انسان لابس القناع ديال الذئب ولا ذئب عايش مع الناس وغير كيدعي انه انسان. عندكم ساعه ونص ديال احسن ما دار في الانيماسيون باليد والموسيقى ديال هاجيمي ميزوغوشي باش تحللوا هذه الحكايه المستوحاه من ليلى والذئب. مع جينرو كنطلعوا النيفو ديال الانمي وكنخرجوا من الكومفورت زون. داكشي علاش كنتمنى يعجبكم. بالصحه والراحه، وموعدنا في حلقه جديده ومونغا ولا انمي جديد.